فكانت بتقول لي انا مش محتاجه ميك اب، انا اول ما بلاقيه نزل برفعه واحط له زي بلاستر شفاف، فببقى خدودي كده تمام. اول ما اروح اقوم شيل البلاستر يقوم واقع تاني. اهلا بيكم في حلقه جديده من مش بس طب. انا دكتور حسام سيد، وواضح ان الحلقات بتاعتنا مش بس طب دي محتاجه انتر اكشن. فانا مش من الناس اللي اقدر استرسل في الكلام طول الوقت من غير انتر اكشن. فكنا جايبين حد من عندنا من جوه العياده يسالنا اسئله غريبه عشان نعرف نجاوب عليها. فنسمع السؤال الاول. من اغرب الحالات اللي احنا شفناها على مدار السنين ان كان في كلاينت عامله الامبلانت ده في بلد ما قريب مننا، ناس جمال جدا، بس تقريبا الحشوه نفسها ما كانتش كبيره انف، وفي نفس الوقت المكان اللي اتعمل له ديسكشن عشان يتحط فيه الحشوه كان اكبر من حجم الحشوه. فاحنا جينا شفنا الكلاينت جايه عندها مشكله، جايين نبص لقينا ان الحشوه نفسها مقلوبه للناحيه التانيه. فاللي ظاهر قدام الصدر نفسه هو الجزء الفلات اللي موجود، اما الجزء البومبي اساسا اتلف من كتر ما وسع البوكت اللي كان موجود. ودي كانت طبعا خضه للسيده لانها مش فاهمه حاجه، وفي نفس الوقت دي يستلزمها تماما تدخل جراحي ان احنا نقدر نعدل الامبلانت تاني في مكانه ونثبته مكانه. لكن من الطف الاشياء ان السيده كان عندها مشكله انها راح الساحل فمش فاضيه خالص، فيعني ممكن تعملهولي في العياده كده مانيوال بره جلد، وانا باجي لكم ان شاء الله اول ما يبقى الدنيا حلوه. فالسؤال كان هو انت حضرتك يعني عملتيه قبل كده الحركه دي؟ قلت لا، هو كان مره وقف على سيف وكده وانا عدلته، فلكن دلوقتي هو اتقلب خالص. فكانت دي جمله كوميديه جدا ما سمعناش قبل كده في العياده، فدي كانت من المواقف الصعبه علينا، بس الحمد لله عرفنا نقلبه لها. يعني احنا شفنا مواقف كتير جدا من الفيلر دايم. الفيلر دايم دي من الحاجات الغريبه جدا اللي انتشرت في اوائل يعني 2004 و2005، وكان اغلبه اوكرانيان كده، وكان كان الاسم العلمي بتاعه بقى الكميد. احنا ما اشتغلناش بيه في مصر لانه ما كانش مرخص وما كانش موجود اوريدي، لكن اغلب اللي احنا شفناهم عندهم فيلر دايم كانوا دايما زي ما بيقولوا من البلاد الشرقنا كده. فمن اغرب الاشياء كانت عينه، ولا داعي لان احنا يعني الموضوع كان طبيا صعب، لكن روح السيده بعد ما عملت الفيلر دايم ده ب4-5 سنوات، روحها المرحه كانت اكتر من صعوبه الموقف بتاع الفيلر دايم، ان هي كانت شايفه ان هو بيتحرك بشكل سليم جدا. فكانت بتقول لي انا مش محتاجه ميك اب، انا اول ما بلاقيه نزل برفعه واحط له زي بلاستر شفاف، فببقى خدودي كده تمام. اول ما اروح اقوم شيل البلاستر يقوم واقع تاني. فكانت دي من الناس المتصالحه مع نفسها. احنا اضطرينا نعمل للكلاينت دي اكتر من 3 عمليات عشان نزيل الفيلر الدائم اللي كان موجود في الوش من ناحيتين. فكانت دي من المواقف الكوميديه جدا بتاعت الفيلر الدائم، لكن وجهه نظر السيده ان هو ده مشكله وموجوده في وشي، بس انا هعرف اتصرف فيها في الوقت اللي انا اقدر عايزاه اتصرف فيه. فكانت عندها روح مرحه وفي نفس الوقت عندها يعني كانت ذكيه، انف. طيب هو السؤال في يعني جميل وكل حاجه، موضوع ان احنا بنتكلم على زياده حقن المواد. يعني في كوميكس كتيره وفي فيديوز كتيره موجوده في السوشيال ميديا ان سيدات وصلوا بحقن الفيلرز والدهون والحاجات دي في وشهم الى درجه ان هم بقوا شبه كاركترز كرتونيه مثلا. ودي ما بنشوفهاش في مصر كتير، بس احنا يعني في وقتنا ده اللي احنا عايشين بقالنا دلوقتي اكتر من فاتحين العياده اكتر من 21 سنه، احنا بنتكلم ان احنا شفنا شخصيتين كرتونيتين في الموضوع ده. اول ما بتشوفها من بعيد السيده بتحس ان انت اكيد هي لابسه ماسك، هي في حاجه غلط، لكن اكشلي وده اغرب شيء، يعني انتوا بتشوفوا الفيديوهات على السوشيال ميديا، لكن احنا بنشوف الكلاينت نفسه ونشوف وجهه نظرها. هي شايفه ان هي كده
احلوت اكتر، بقت شارب اكتر، بقت كاركتر مختلفه عن الناس. وهو ده مش حاصل. انا ما اعرفش هم قدروا يوصلوا لهذه القدره ازاي. ازاي حد يقدر يحقن السيده كل الكميات دي من الفيلر، وازاي يفضل يحشيها كل الكلام ده عشان السيده. وانا ما بقولش يعملها، انا بقول يحشيها، لان الشكل ده اكيد مش معمول طب، يعني ده اكيد معمول فيه حاجه غلط. فالكاركتر نفسه اللي احنا بنشوفها على البلاتفورم بتاعت السوشيال ميديا دي، احنا شفنا اتنين عندنا على مدار ال 20 21 سنه بتوعنا في العياده، الاتنين مقتنعين تماما انهم حلوه جدا، واحنا مش قادرين نعلق. ساعات كتيره السيدات عندهم افكار تفوق قدراتنا على الاستيعاب قوي، يعني لان هم مثلا عندهم مشكله ان الركب ممكن يكون فيها شويه تكتلات دهنيه، ودي حقيقه ما هو بنشوفها في حوالي 70% من الشكوى بتاعتهم في الحته دي. الناحيه الثانيه بيبقى فيه ان الجلد بتاع الركبه قل فيه الدهون، فالسيده مش حابه شكل الركبه وهي واقفه ان يبقى فيها شويه تجاعيد بسيطه موجوده. فبقت السيكتور بتاع الركبه عندنا اللي هو الني يعني بقى ليه بلاتفورم كامل. هل هنعمل شفط؟ هل هنعمل حقن تسيح دهون؟ هل هنعمل حقن للدهون؟ هل هنعمل حقن للفيلر؟ فبقت الركبه من المكونات الرئيسيه زي بالظبط الجبهه والشفايف والذراعين. بقت الركبه جزء كويس موجود في العياده. فدي من الحاجات الغريبه جدا اللي ما كنتش متخيل ولا لما فتحت العياده ولا حتى لما قبل ما افتح العياده ان في سيكتور كامل هيبقى عندنا في العياده اسمه الركبه. فده كان من الحاجات القويه جدا طبعا. كفايه عليك كده. انا انبسطت النهارده عشان كان في انتراكشن شويه بيني وبين الناس، بيسالوني وانا اعرف اجاوب على قد ما اقدر يعني. لكن عموما ميرسي ليكوا وشكرا ليكوا تاني، وخليكم معانا بقى في حلقات تانية من مش بس طب.